ابني وبنتي. انا جبت النهارده المحامي بتاعي عشان اكتب الوصيه قدامكم انتوا الاتنين. واحد كبر بقى ومش ضامن عمره. ربنا يطول في عمرك يا بابا. طب يلا نبتدي. يلا بينا نبتدي. اتفضل يا فندم. العربيات والفيلا والشاليهات تلتين للولد وتلت للبنت. طب يلا بقى خش في الشركه يا بابا. الشركه بالاداره بتاعتها كامله تروح للبنت. ازاي؟ ايه؟ ازاي تسيب الشركه وادارتها البنت؟ يفهموا ايه البنات في الشغل؟ دول بتوع قعدة بيت وشغل في البيت. اللي انت بتقوله ده غلط وجهل. شوف مثلا مسلسل تحت الوصاية بتاع منى زكي، بتابع المسلسل ده حلو جدا. ست بتعافر وتشتغل وتاخد المركب بتاعتها عشان تصرف على عيالها. مفيش فرق ما بين الراجل والست في الشغل، في فرق ما بين حد بيشتغل احسن من حد. الراجل بيشتغل احسن من البنت بكتير. انت امبارح اشتغلت كام ساعة؟ ساعة او اتنين. وانت امبارح اشتغلت كام ساعة؟ 10 ساعات. انا سبت لها الشركه عشان هي بتشتغل احسن منك وبتشتغل اكتر منك ودماغها في الشغل مش زيك في الخروج والصرف، بعيدا بقى هي راجل ولا ست. فهمت؟